على كل شيء قدير أخي العزيز. وتجد في الحقيقة عندهم واحد القصة هي مذكورة الكل يعرف بها، كل العالم، أن هذا القرآن الحمد لله مترجم للفرنسية والألمانية والإسبانية والإنجليزية والأمريكانية والسريالية واللغة الأخرى، فهمتي، التي لا نعرف عنها شيئا، والناس الحمد لله خدموا وبلغوا. وفي الحقيقة كاينة واحد الحقيقة راهي كيقراها أي إنسان بأي لغة وبأي فهم، وهي معنى واحد. كيبقى هناك يا أخي العزيز الأمر هنا لله عز وجل، وأسعد الله السعداء وأشقى الأشقياء، ونرجو الله أن لا نكون من الأشقياء، والبقية يكمل الله سبحانه وتعالى. يعني أخي، وحد قال لك أخويا هل تؤمن بعذاب القبر؟ وكيف لألا أؤمن بعذاب القبر وكلما جاء فيما ذكره رسول الله عن رب العالمين وما جاء بدلائل قاطعة عن ذكر الله عز وجل وما ذكر عنه، فإذا لم أؤمن بالجان وأهوال القبور وعذاب القبور وأهوال الآخرة وهذه الأمور ولم أؤمن، وإني ما آمنت بربي إلا وآمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وبقدره خيره وشره، الإنذارات والبشائر، ونحن والله لا نرجو إلا رحمة الله ولقاءه، ولا نطمع إلا في مغفرته. فإن غفر الله لك يا أخي العزيز قد نجوت وسلمت من أهوال الدنيا والآخرة، وإن لم تسلم، وإنها من المسلمات، والله إنك لن تسلم يا أخي العزيز. اللهم أضقنا بلطفك، وباعد بيننا وبين كل الشرور، منه شر أنفسنا لعله خيرا، والخير خير ياسر والشر شر خاسر. المهم كنظن بأننا فهمتي يا أخي العزيز هو الليل سبحان الله العظيم لليل كما ذكر أن لليل أصحابه، فهمت أخي العزيز، إنما أصحاب الليل هم مختلفون كذلك في ألوانهم وأشكالهم، فهمت أخي العزيز. ليكون في علمك أنا قبل ما نكمل الكلمة ربما الكلمة أنا غير غنقولها غيبقى واحد الاتصال بيني وبين الأشخاص اللي كينصتوا دابا وغيعرفوا المغزى من أصحاب الليل واختلاف ألوانهم وأشكالهم، فهمت أخي العزيز. هناك من يقيم الليل ليس في التقصير والتنقيص من حق هذا الليل ووجوده وسكينته وهدوءه، وهناك من يقوم الليل لإزعاج الليل بنفسه، فهمتي. هناك أصحاب الليل قد اختلفوا في ألوانهم وأشكالهم أخي العزيز. هناك من يقوم الليل للصالح، وهناك من يقوم الليل ليس إلا للطالح، فهمت أخي العزيز. إلا أن الليل إلا قمتي أنت بواحد الشكل بالمقام اللي أنت كتعرف القيمة ديالو بواحد المقام ديالو بواحد الصورة ديالو قياما لليل مع الله، إما سائلا أو داعيا أو مناجيا، وما لذة المناجاة وما أعظم لذة المناجاة إلا لأصحاب يا أخي العزيز. غتشعر بواحد الحلاوة خاصة من هذه الحلاوة بالإيمان وبهذه الصورة هذه. وإذا بات أنت ذاك الليل فهمتي في أشياء اللي هي مرة وفي الحقيقة ليس من حق المرور عبر سكة الحياة، فتكون في الحقيقة غادي نقول لك النتائج منها وخيمة والوضعية ديالها سيئة. وهذا هو حال الليل، ولليل أصحابه أخي العزيز، كما كيقول المثل المغربي مغاربة الليل ولد وكيولدوا باللحي، وسبحان الله العظيم بقينا ماشي باللحي، واش كاين شي حياة وشي اعتبارات الضاء والصاح والضاح سبحان الله العظيم، وداك الاشجار وداك الهدوء وداك السكينه وداك الخشخشات ديال الليل سبحان الله العظيم، داك الاصوات اللي ربما تربي فيك اشياء وتربيك من اشياء، فهمتي اخي العزيز. هناك هذه في الحقيقه حدثات خاصه اخي العزيز، فهمتي، هذه لمسات خاصه في همسات خاصه وفي واحد السرداب خاصه اخي العزيز، فهمتي. وداك نور القمر سبحان الله العظيم او داك الهلال والتهلهل ديالو من المجيء ديالو والظهور ديالو الى ان يصير بدرا، وليلة البدر في الحقيقة أو 3 ليال بدرية في الحقيقة أقول تكون أنت تعيشها هناك في عالم آخر أو في انتماء لعالم آخر، سبحانك يا إلهي. ولربما هناك تكشف لك بعض الأمور التي لم تكشف لغيرك. نعم يا أخي العزيز، هذه من باب التذكر والتفكر في خلق الله. نعم يا أخي العزيز، ربما بهذا قد تبلغ أمورا أناس أخرون في الحقيقة لم يبلغوا هذا المقام أو لم يبحثوا عليه أو لم تطربهم نفسه إليه ليجدوا هذه الأشياء التي في الحقيقة لا أقدر على أن أصفها لك أو أعبر لك عليها، لأنه لا يشعرها في مقامها إلا من كان يحبو أو يصبو لذاك المقام. نعم أخي العزيز. والليل إن شاء الله إذا بغاو الناس يجربوه هو الليل، يعني باش تعيش وحدك في واحد المكان في وحدة الله، واعلم أنك لست وحدك في سر الخشخشات والهمهمات والهمسات من أصوات الليل. هناك وجود في هذا الوجود ولست وحدك موجود بين هذه الموجودات، وهناك موجودات أخرى
الحقيقة القابلية على الاتصال بهذا العالم، أم أنت ليس لك شجاعة على الاتصال بهذا العالم؟ وعلى قدر نيتك وظنك، وعلى قدر حسك وحدثك، وعلى قدر ما أنت تتفاءل به أو تتشائم منه. هناك أخي العزيز واحد الوجود في الحقيقة غادي يزيدك في المعنى ديال الوجود، ولما هذا الوجود وما هو هذا الوجود، وهل أنت موجودا فيه دون ما يوجد من الموجدات في هذا الوجود، أم هناك بالفعل موجدات لها دلائل قد تدل لك وتكشف لك عنها أمورا لم تكن قد كشفت لك من قبل. إذن الليل يا أخي العزيز هو نفسه يصير مدخلا من مدخل العبادات، في اختلائك بعضه واستئناسك بنجومه وهم بالنجم يهتدون، وترجلك وتشجعك في هذا الليل. وخصوصا أتكلم هناك إن كنت فردا وحيدا قد اخترت المكان الذي ستجلس فيه، واخترت لما وكيف وعلى ما أنت ذاهب لهذا المكان بالضبط. هذه هي الحقيقة. أما إذا شاركت بعض الأصحاب أو بعض الناس ربما سيكون على قدر ما أنتم كذلك ذاهبون بنيته. ولماذا أنتم تذهبون؟ ولماذا أنتم ذاهبون لهذا المقام؟ وبأي نية وبأي ظن ولأي هدف في نفسك؟ ألنزهة، ألفسحة، ألتفكر، ألتذكر، ألتأمل، ألماذا أقول سمير أو قيام بين يدي الله في ظروف أنت تريدها لتكشف لك أمورا أنت لا زلت لم تبلغها، أم ذاهب سوى لقصارة هكذا كما يقول؟ والقصارة ما هي إلا تقصير في هذه الحقيقة، فهمت أخي العزيز، وتنقيص من قيمتها، فهمت أخي العزيز. أما إذا كانت واحد الجماعة أو واحد الفرد غادي تما بواحد الهدف سامي لمعرفة هذا الليل وعلى ما يحتوي، تذكرا وأن الليل مخلوق هو كذلك له أسرار خاصة به، وبالليل في الحقيقة بالليل تحصل أمورا لم تحصل في النهار، فهمت أخي العزيز. وبالليل في الحقيقة تتحرك الروح في تلك الهدوء وتلك السكون، الوهلة التي يكون كل شيء فيها نائم كأنه ميت. هناك في الحقيقة قيمة معرفة سر الحياة، وهؤلاء الأحياء الذين يحيون بهذا الحي الذي لا يموت، ليلها على نهارها في قبضة هذا الرحيم الذي يصيرها فلقا وشفقا وليلا سجيا. هناك سرائر أخرى في الحقيقة لا أقدر على أن أعبر لك على ما يكشف لك فيها إلا أن تكون أنت الحاضر في هذه الحضرة التي لا تغيب ولست غائبا عنها وتريدها وتحبو وتصبو إليها. هي لغة الله ولغة الرسائل. هذه اللغة قديمة لم تظهر سوى في زمان العرب دون غيرهم، إنما هي لغة في الحقيقة هي ربما أول ما كان على هذه الأرض، وإن وقع الاختلاف هنا وبعض ماذا أقول وبعض الأوصاف وكل وماذا يصف، فهمت أخي العزيز. وهي اللغة التي سيبعث الله عليها المخلوقات حتى وإن لم تكن تتكلم بها. إذن هي لغة القرآن يا أخي العزيز، لغة الرب، لغة الواجب للموجدات. الحقيقة هي الساعة كما تكلمنا عليها دائما أخي العزيز. الساعة لم يكن لها حدا محدود في تاريخها تحد يعني في شيء من الأشياء، إنما الساعة لها علامات في كل زمان ومكان وفي كل جيل من الأجيال، وكل زمان قد حدد له ربنا الكريم والأنبياء حتى هذا النبي مواقفا من مواقف ظهور هذه الساعة القائمة لآخر لحظة من لحظاتها. ونحن على باب آخر الزمان يا أخي العزيز، قد ذكر رسولنا أحوالا كثيرة في علم الساعة، وإن الساعة يا أخي حق وقائمة آتية لا ريب فيها. فهل أنت مستعد لهذه الساعة يا من تسأل عن الساعة؟ هذا هو السؤال المطروح عنا جميعا يا أخي العزيز. وهذا الرسول قال ربنا له في ذلك فأولى لك ثم أولى لك، هو أولى بهذه الحقيقة. ولذا قد وجدته دائما لا يحرص على النفس والهوى والدنيا، إنما حريصا على الآخرة. هكذا يا أخي العزيز. إذا سبحان الله يا أخي العزيز، لكل سؤال جواب، ولكل مشكلة حل، ولكل داء دواء، وكل مشكلة قد يصنعها العبد أو المخلوق بيديه قد يضع الله له برحمته عليه فيها ألف حل وحل، وليس حل واحد إلا إذا لم يجد الحل لنفسه ولأخيه ولمن حوله، وإن لم يكن أهلا لذلك فحسبنا الله من ذلك. حياة البرزخ. حياة البرزخ قد اختلفت عن الدنيا. الدنيا إذا ذهبت إلى مكان أعجبك بكل ما فيه وعشقت الحياة فيه، فإن البرزخ في الحقيقة قد جعله الله لكل من ينتقل من الدنيا للآخرة لانتظار القيامة
وإذا قال الله في حديث يا أخي العزيز: أنت ترى بعين لكنك لا ترى بعين الله إلا إذا كنت أنت عين الله. الناس دائما ترى الأشياء مختلفة وكل كيف يفهمها وكيف يراها، لكن والله لو علمنا ما ربنا هذا وما إلهنا هذا وما أعد الله لنا هذا وقبل أن يخلقنا ولما خلقنا، فحينما ننتقم كما قيل بعد هذه الحياة الكل سيعرف. يا أخي حياة فيها حياة، فيها بنايات، فيها مساحات، فيها مسافات، فيها مآكل، فيها مشارب، هي دار ضيافة الله ومنزل من منازل الله سبحانه وتعالى أعدها لعباده حتى يعد لهم ما بينه وبينهم وهم لا يعلمون عن ذلك شيئا. إن عالم الآخرة هو ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال وقلب بشر. اعتقد كيف تعتقد، وتصور كيف تتصور، وتوقع كيف تتوقع، وتخيل كيف تتخيل، واحلم كيف تحلم، وهيئ كما يتهيأ. فاق كل هذه الأشياء بالمطلق لتطمئن. إذا كنت مؤمنا بالله فاطمئن نفسا، وحتى إن لم تكن كذلك أقول لك من هنا فاطمئن نفسا. إن تعريفك عن الله ليس هو تعريف الله الحق كما هو، وإن الله غني عن التعريف. وتعريفه بالمطلق ألا وهو الرحمن الرحيم، هو أحن عليكم أيها الناس من أنفسكم وأبويكم. فتصوروا أنتم كيف سيقابلكم الله وكيف ستقابلونه، لكن الله سيقابلكم مقابلة غير ذلك الذي تعتقدون أنتم أو تتصورون بالمطلق، وعلى أي جهة وعلى أي وجه كيفما كان. هذه الحقيقة يا أخي العزيز التي ما الشريعة على الأرض إلا جزء بسيط من هذه الحقيقة. ماذا أقول؟ لا يساوي قطرة في كأس، وليس الكأس المليئة إلا بعد الموت، وكل وكأسه وبما ملأ أبحلو من حلاوة الإيمان بربه أم بمر من مرارة الكفر والفجور. نعم يا أخي العزيز. أما بحر الحقيقة فهو بحر والله لا تساوي هذه النجازات وهذه الأشياء وهذه الأجزاء في هذه المقامات منها شيئا أمام قيمة هذا البحر من بحر الحقيقة الذي لا يعرفون الناس عنه شيء، وهو بحر لا ساحل يحده ولا شاطئ يحده، وهو بحر أبدي وإلى الأبد. فتعتقد أن رحمة واحدة أنتم هاهنا في الدنيا تعيش منها كل المخلوقات والأحياء فيها مما ظهر ومما بطن، فما بالكم ب100 رحمة أعدها الله للمتقين. فاتقوا الله ما استطعتم عباد الله لعلكم تكونوا من أهل هذه الرحمة. وإن أمر الآخرة كما قلنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببال وقلب بشر، لا في حياة النعيم ولا في حياة الجحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل من كل شر عظيم ومن أشرار الدنيا والدين، وحسبنا الله الحي الذي لا يموت من شر كل حي يموت ومن شرور أنفسنا. يا بادر يا من تريد حياة البرزخ السليمة وحياة الأبدية الآمنة. هذا إذا كنت مؤمنا تؤمن بالبعث، وإن لم تكن مؤمنا فليوفقك الله إن شاء الله.